علاش كتوقع المشاكل بعد الزواج؟ لان الناس اولا كيمشيو ما مستعدينش للزواج، ما عندهمش استعداد لا معرفي ولا نفسي ولا اجتماعي. اذا هذا الشيء ملي كيمشيو للمؤسسه ديال الزواج كيلقاو راسهم امام مسؤوليات والتزامات، وهما جايين بالاندفاع العاطفي فقط. اذا هذا الشيء كيخلي الناس الطموح ديالهم في الزواج ما كيتحققش، لانه هو الطموح غير واقعي. انا داير واحد الاهداف من الزواج اللي هي بغيت نتمتع، بغيت نعيش واحد الحياه عاطفيه، واحد الحياه حالمه. ملي كنجي للزواج كنلقى الالتزام والمسؤوليه قدامي، وهنا كتبدا الخلافات، وهنا كيبداو الناس يحسوا براسهم بانهم يمكن ما اختاروش مزيان. ولكن القضيه دائما في الاستعداد. راه يقدر يكون هذاك الانسان اللي قدامك انسان مناسب، ولكنه ما مستعدش، ما عندوش الاستعداد الكافي باش يبني واحد العلاقه زوجيه. اذا دائما الاستعداد للزواج بالعلم والمعرفه والمهاره اللي كتخلينا واعيين بالمسؤوليات ديال الزواج هو اللي كيخلينا نواجهوا الصعوبات ديال الحياه، وكيخلينا نتعاملوا حتى مع الصعوبات ديال الحياه بان شيء طبيعي خصنا نعرفوا ليه، وخصنا نعرفوا نشتغلوا عليه، ونعرفوا نستغلوا الفرصه ديال واحد الخلاف واحد المشكله باش نطوروا من الاداء ديالنا ونرفعوا القدرات ديالنا ونتحداو اي مشكله ونزيدوا لقدام.